لو انت مدرس وعايز تسوق لنفسك صح فانت هنا ان شاء الله جيت في المكان الصح. النهارده هنتكلم في حلقة مفتاح السوق عن وظيفة من اهم الوظائف اللي موجودة في العملية التعليمية ان لم تكن العملية التعليمية كلها قايمة عليها، وهي وظيفة المدرس. وحلقة النهارده مخصصة للمدرس، وده علشان خاطر كتير جدا من المدرسين اللي كانوا بيكلموني ان هو عنده محتوى قوي وان هو كان عنده مجموعات كويسة، ولكن للاسف الايام دي لقى المجموعات اللي عنده خالص بتخف ومفيش طلاب بتتصل بيه او بتطلب ان هو يجوا، مع ان المحتوى بتاعه قوي جدا. وكمان ازيدك من الشعر بيت ان الطلاب اللي مش بيجوا له دول هم بيقولوا عليه ان هو مدرس كويس. فطبعا الاشكال دوت بسيط جدا وواضح، ولكنه مش واضح مع بعض المدرسين، وهو لان تسويقك لنفسك مش صح. فقررنا بإذن الله في برنامج مفتاح السوق إن أقول لحضرتك في الفيديو دوت عن الخطوات العملية أو المراحل العملية اللي حضرتك هتعملها لنفسك علشان خاطر تقدر تدخل السوق بتاعك بسرعة وتدخله صح. خد بالك أنا بقول لك تقدر تدخل السوق بتاعك بسرعة وكمان تدخله صح. فلو حضرتك عندك محتوى قوي وفعلا عايز تفيد الطلاب وحاسس ان عندك رسالة، فالفيديو ده هيعجبك جدا وهيفيدك. لو انت بقى من الناس اللي عايز تشتري متابعين وينطوا على مجهود الاخرين وكل الكلام ده، فاستأذنك سيب الفيديو لانه مش هيفيدك، بالعكس هيضايقك. تعالى بقى نخش في الموضوع على طول. انا هتكلم معاك في الحلقة ديت على عدة محاور، كل محور انا بغطي فيه جزء كبير جدا ومهم جدا في العملية التسويقية اللي خاصة بحضرتك. كل اللي عليك ان حضرتك هتكتب كل محور، وان شاء الله هتلاقيني منزل لك مايند ماب في الديسكريبشن موجود عندك، تقدر تحمله وهتقدر تفهم كل الكلام اللي انا بقوله ده. ولكن برضو عايزك تبقى ماسك ورقة وقلم وتبدأ تكتب المحاور وتبدأ تكتب النقط او اهم النقط اللي انا بكلمك فيها، لان ده هيفيدك جدا وهيفرق معاك كمان في عملية التنفيذ. المحور الاول معانا النهارده وهو محور قوي محتواك. يعني ايه الكلام ده؟ قوي محتواك يعني لازم تتقل محتواك العلمي. وهنا اشكال كبير جدا بيقع فيه المدرسين. هو المدرس شايف ان هو قوي في الماده، سواء مدرس رياضه مثلا او مدرس لغه انجليزيه، هو شايف ان هو قوي في الماده، والماده العلميه ما فيش اي حاجه خالص تقف معايا فيها. يعني انا لو فتحت امتحان كمدرس هقدر احل، هقدر اشرح، هقدر اوصل المعلومه. لا، انا هنا ما بقصدش في قوي محتواك انك تكون مدرس قادر على عمليه الشرح او تكون شاطر في مادتك، لان بطبيعه الحال حضرتك مدرس ماده فحضرتك قوي في مادتك. ولكن هنا بكلم على قوه المحتوى، يعني كل عناصر المحتوى اللي حواليك خليها قويه. يعني ايه؟ يعني بدايه من الملازم اللي حضرتك بتستخدمها والكتب كمان الخارجيه اللي انت بتستخدمها ومدى قوتها وكل كتاب بيغطي ايه بالظبط. ونقطه مهمه جدا، طريقه شرحك في الحصه، سواء المحاضرة اونلاين او اوفلاين، طريقة شرحك في الحصة بتعتمد على ايه؟ هل انت بتخش على طول تشرح المعلومة، ولا في الاول مثلا مقدمات تقدر توضح بيها الفكرة بتاعت المنهج كله؟ يعني خليني اقول لك ان قوة المحتوى المقصودة هنا هو طبعا انك تكون مركز جدا في المحتوى بتاعك، الماده العلميه بتاعتك. انت مدرس ماده العلوم، مدرس ماده الرياضيات، لازم تكون اشطر حد في الموضوع. اشطر حد ازاي؟ اعمل ريسيرش، وهقول لحضرتك هتعمل ده ازاي. وتاني حاجه قوي المواد اللي انت بتشتغل بيها. ما انت ممكن تكون مدرس قوي جدا ولكن بتشتغل من كتاب معين او ملزمه معينه محجماك ومقلله شغلك، فالطالب هو شايف شغلك قليل وشايف شغلك ضعيف، ولكن هو اصلا ده مش شغلك، اللي ظلمك هي الملزمه او الكتاب. يبقى اذا انت عندك شويه محاور حواليك او شويه عناصر حواليك في المحتوى لازم تكون قويه. رقم واحد هو طريقه شرحك وعرضك زي ما قلنا واتفقنا على ده. رقم اتنين الملزمة والحاجة اللي انت بتشرحها للطالب، سواء كتاب خارجي سواء ملزمة، ايا كان المصادر اللي بتستعين بيها في شرحك. تالت حاجة اتكلمنا فيها وهي طريقة شرحك في الحصة. يعني أول ما الطالب بيخش معاك بتعمل معاه إيه؟ هل الطالب بيجي لك مثلا من بره بيبدأ يخش معاك القاعة ويخش يقعد على الكرسي لو شافك من بعيد كده ويشاور لك باي باي، ده لو عرف أصلا يوصل لك، ويقعد في القاعة وأنت من بعيد بتشرح له والطالب مشي؟ ولا أنت في عملية تعليمية حقيقية بتتم في الحصة؟ يعني بيخش بيلاقي امتحان، بعد الامتحان تصحيح الواجب، بعد تصحيح الواجب بتبدأ تراجع له على النقاط اللي هو مش عارفها او اللي هي وقعت معاه في الحصص اللي قبل كده، وبعد كده تبدأ معاه في الحصة الجديدة، وبعد كده لو انت شغال معاه في الحصة الجديدة تستقبل منه أسئلة وتسأله في آخر الحصة. يعني عملية محتوى كاملة تظهر قوة محتواك، ده اللي احنا بنتكلم فيه.
طيب انا ازاي اقوي محتوايا؟ طيب احنا عرفنا النقط الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها، وقلنا ان في محاور اساسيه او عناصر اساسيه لازم تكون قويه. طيب اعمل ده ازاي؟ حضرتك محتاج انك انت تعمل ريسيرش. يعني ايه ريسيرش؟ يعني تعمل بحث بسيط وصغير جدا، ما تستصعبش المصطلحات اللي انا بقولها لك. انا بكلمك علشان تقدر تعمل الكلام ده بنفسك، او اللي يساعدك ممكن يكون مش حد متخصص خالص. تمام كده؟ هتعمل بحث بسيط جدا على اليوتيوب، على الفيسبوك، على مدرسين في مادتك قدروا يوصلوا لطبقة كبيرة من الطلاب بتوعك أو من نفس الفئة الدراسية بتاعتك، وقدروا إن هم يساعدوهم. تبدأ تبص على الناس دي، تشوف هم شغالين بأنهي كتب، شغالين بأنهي طريقة، هل بيحلوا كتير، بيشرحوا كتير، بيتكلموا كتير، بيعملوا إيه بالظبط. تبدأ تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي تقوي محتواك. يبقى احنا كده عندنا نقطتين، عندنا عناصر تقوي محتواك زي ما اتكلمنا، بداية من قوة شرحك والملزمة والحصة وكل الكلام ده، وعندك معلومات خدتها من بره من الريسيرش. ابدأ بقى تدخل المعلومات دي على محتواك، يبقى انت كده خلاص قويت محتواك. بقى عندك بروسيس، خطوات واحدة بتسلم التانية، وكل خطوة مدروسة صح. فأنا أحسن مدرس بيعمل امتحانات قبل الحصة، فأنا أحسن مدرس بيشرح أثناء الحصة، أنا أحسن مدرس بيعمل تواصل جيد مع الطلاب بعد وقبل الحصة. الكلام ده هتعرفه عن طريق إيه؟ الكلام ده هتعرفه عن طريق الريسيرش، لأنك هتلاقي بالفعل ناس عاملة الكلام ده. طيب حضرتك خلاص جهزت محتواك وقويت محتواك، وفعلا قدرت تعمل كل العناصر اللي خاصة بالمحتوى بتاعتك. كده احنا خلصنا المحور الاول اللي هو قوي محتواك، واللي اتكلمنا فيها عن 3 عناصر وريسيرش. نخش بقى على المحور الثاني، وهو ازاي ادخل اونلاين. ودي اكبر مشكلة بتواجه كل المدرسين، وانا عارف ان دلوقتي اصلا في مدرسين سابوا الجزء الاولاني وبدأوا من المحور دوت اللي هو ازاي ادخل اونلاين. خليني اقول لك، لو انت داخل على طول على الجزء ده فارجع بس بص بصة سريعة على قوة المحتوى، لان ده هيفيدنا في الاونلاين. ازاي بقى ادخل اونلاين؟ انا النهارده مش جاي اقول لك كلام عام على دخول الاونلاين، انا جاي اقول لك كلام تقدر تعمله واحدة واحدة تدخلك الأونلاين بشكل كويس جدا وبشكل مناسب ليك من غير ما يتنصب عليك. لأن كتير جدا من المدرسين للأسف بيتخدعوا في الموضوع ده جدا، فيا إما بيتقفل خالص من الأونلاين وما يشتغلش، يا إما للأسف بيفضل مستمر وبيبقى فيه نزيف مالي رهيب جدا في الجزء ده. إزاي بقى أدخل أونلاين؟ خلي بالك بس أنا بكلمك في نقطة مهمة جدا، وهي إن الفيديو ده خاص ليك أنت كمدرس. يعني إيه؟ لو معاك الميزانية المادية اللي تريح طبعا ليك الجهد ده كله، فانت تقدر تاخد كل شغلك وتوديه لشركة تسويق، هي تعمل لك كل حاجة. ولكن انا هنا بكلمك على انت لو ما عندكش الميزانية دي، فانت عايز تعمل ده لنفسك او تتست، يمكن ينفع يمكن ما ينفعش، عايز تجرب يعني، ومش عايز تخاطر بميزانية مالية كبيرة. فهنا بقول لك ازاي تعمل انت لنفسك الخطوات بطريقة سهلة وبسيطة، ولكن الطرق دي هتخليك تقدر تتست السوق بتاعك صح، تختبر السوق بتاعك صح، وتخليك كمان تقدر تكون في وسط السوق. لكن ده لفترة محددة، وبعد ما توصل للفترة ديت لازم 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 تودي شغلك دوت لمتخصص علشان خاطر يبدأ يهندل لك الأمور كلها ويعالج لك المشاكل اللي انت عملتها وانت شغال، ويبدأ يعمل لك استراتيجي وهكذا. فاحنا دلوقتي بنقول لو انت على افتراض ان انت اللي بتعمل دوت بنفسك علشان خاطر تتست السوق بتاعك او تبدأ في السوق بتاعك، علشان كده اسم برنامجنا مفتاح السوق. يلا نتكلم في الاونلاين. اول حاجة لازم تعملها في الاونلاين انك تعمل قنوات سوشيال ميديا. موضوع بسيط جدا. طيب اعمل ايه؟ اعمل فيسبوك، واعمل تيك توك، واعمل يوتيوب. اعمل ال3 دول بس. هتقول لي انستجرام، هقول لحضرتك استنى شويه. هتقول لي لينكد ان، هقول لحضرتك استنى شويتين 3. انت محتاج بس ال3 دول، فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. المنصه الاساسيه بالنسبه لك في عمليه الريتش هتكون التيك توك. المنصة اللي هتكون تظهر قوة محتواك قوي هتكون اليوتيوب. المنصة اللي هتعرف تجيب من عليها معدل تحويل من طالب بيحبك لطالب بيبقى معاك الفيسبوك. تمام؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى 3 منصات لازم تكون موجود فيهم. أكريت الصفحات دي ازاي؟ حضرتك لو دلوقتي عملت سيرش على اليوتيوب كيفية إنشاء صفحة فيسبوك، هتلاقي ناس كتير جدا بتشرح ده، وكذلك قنوات اليوتيوب وكذلك قنوات التيك توك. خش على الفيديوهات ديت واشتغل عليها خطوة بخطوة لحد ما تنشئ قنوات السوشيال ميديا. كده احنا معانا قنوات السوشيال ميديا بتاعتك. طيب اعمل فيها ايه علشان خاطر ادخل السوق بداية
مظبوطه صح. اول حاجه استاذنك اوعى تعملها بعد اذنك الصور اللي معاك على التليفون اللي حضرتك مصورها سيلفي ومصورها في الشارع ومصورها بشكل عشوائي خالص، استاذنك اوعى تنزلها، اوعى تنزلها، واوعى تنزل محتوى عشوائي، واوعى تنزل محتوى عشان تملى الصفحات وخلاص. انت تعمل الصفحات واستناني هقول لك هتعمل ايه. دي رقم واحد. رقم اتنين، هتروح لاي استوديو جنب بيت حضرتك وهتقول له بعد اذنك صورني شويه صور حلوين كده وانا قاعد ماسك كتاب، وانا واقف على شاشه، وانا واقف مثلا في مكان بروفيشنال شويه، مكان فخم شويه، وانا لابس بدله، وانا لابس تيشيرت وبنطلون، حاجات كده صور متنوعه تبين فيها ان اللي احنا عايزين نوصله منها ايه، ان حضرتك مواكب للعصر. يعني ان حضرتك مش لسه زمان قوي واخد الصور القديمه جدا والنمط القديم جدا، لا، انا عايز اصور صور لحضرتك الطالب لما يشوفها يقعد يتفرج عليها شويه. وطبعا كل مدرس بقى وذوقه، وكل ما يبقى ذوقك عالي قوي وقريب جدا من الطلاب بتوعك هتبص تلاقي الطلاب متفاعلين جدا معاك. علشان كده الافضل انك تروح لاستوديو متخصص في تصوير المدرسين. ما لقيتش ده، صور عند اي استوديو جنب بيتك، ولكن بص شويه على السوشيال ميديا ونقي كام مدرس كده عامل صور كويسه وروح للراجل ده قول له اعمل لي صور زي دي بالظبط. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه، خد الصور دي وروح لحد ديزاينر، هتقول له بعد اذنك اعمل لي صور شخصيه، اعمل لي كفرات سوشيال ميديا، صور شخصيه وكفرات سوشيال ميديا. وبعد كده هتاخد منه الصور ديت وتحط الكفر بتاعك وتحط الصورة الشخصية بتاعتك، كده انت عملت الشكل المرئي بتاع السوشيال ميديا. كفر كويس جدا مكتوب عليه اسمك وشكله كويس وصورة كويسة جدا. طب اجيب الريفرنس ده منين؟ حضرتك هتبحث على السوشيال ميديا كويس وتجيب مدرسين في تفاعل على صورها من الطلاب بشكل كويس جدا، وتروح للمصور او للمصمم تقول له اعمل لي صور زي دي بالظبط. وهنا في نقطة مهمة جدا، بلاش تصور بناء على وجهة نظرك. طبعا نحترم جدا وجهة نظرك، لكن احنا محتاجين نجيب الصور اللي الطلاب بتشوفها كويسة. ده هنشوفه ازاي؟ من مدرسين قبل كده نزلوا وفعلا حصل لهم تفاعل، فحضرتك هتاخد منهم التفاعل ده او الصوره ديت تروح تعمل زيها. ده ما فيهوش اي مشكله خالص. يعني هو بنى ومشي واشتغل وعمل تيستو، مش لازم بقى احنا نرجع نعمل تيست جديد علشان خاطر نشوف الطلاب بيحبوا ايه. خلاص انا عرفت ان طلاب ثانوي بيحبوا الشكل ده، طلاب اعدادي بيحبوا الشكل ده، طلاب ابتدائي بيحبوا الشكل ده، فانا هروح اصور بنفس الطريقه. بعد كده هاخد الصور واديها للديزاينر هيشتغل عليها ويطلع لي كفر مناسب وصوره مناسبه. ثالث حاجه معانا، هتروح على البايو. يعني ايه البايو او يعني ايه التعريف بتاعك او يعني ايه الملخص بتاعك؟ هتلاقي في كل سوشيال ميديا كده في جزء اسمه الوصف بتاع حضرتك. طيب اعمل الوصف ده ازاي؟ برضه بطريقه بسيطه جدا، هتخش على شات جي بي تي وهتكتب له شويه عن نفسك. يعني ما تقولوش اعمل لي مقدمه لمدرس علوم، لا، حضرتك هتقول له انا مدرس علوم، مدرس رياضه، مدرس ماده الرياضيات في للصف كذا، اهم طرق الشرح بتاعتي كذا وكذا وكذا، وكون لي وصف ينفع احطه على الفيسبوك، وكون لي وصف ينفع احطه على اليوتيوب، وكون لي وصف ينفع احطه على التيك توك. بيبدا الشات جي بي تي يكون لك الوصف ده بتاعك، حضرتك بتبدا تقرا، ما تاخدش وتحط على طول، تقرا وتحس ان ده مناسب معاك. يعني هو ده انا، هو قدر يطلع لي انا بطريقه صح. هتبدا تاخد المحتوى ده وتحطه على قنوات السوشيال ميديا. كده عملنا خطوتين او عملنا 3 خطوات. رحنا اتصورنا، عملنا ديزاين، كتبنا الوصف بتاعنا على كل السوشيال ميديا. رقم 4 معانا، وهي انك تعمل لك، بما ان خلاص انت حضرتك صورت وعملت كام ديزاين حطيته على الكفر والصوره الشخصيه، هتقول للديزاينر برضو يعمل لك كام تصميم في صورتك وجنبيه مثلا مكان فاضي تحط فيه معلومه، تحط فيه سؤال، انك موجود في المكان الفلاني، بتدي مثلا كورس هنا، بتدي درس هنا، وهكذا. يعني بوستات تعريفيه فيها صورتك بشكل واضح جدا، بشكل واضح جدا فيها صورتك وجنبيها معلومات بتاعتك. بالمره بما ان انت عند الديزاينر خليه يعمل لك ده. على فكره الكلام ده تكلفته مش كتير، الكلام ده تكلفته بعد الاي اي مش كتير. يعني ما تروحش للديزاينر يقول لك ده التصميم هياخد معايا 300 جنيه و400 جنيه، الكلام ده مش موجود خالص. انت ممكن تقدر تروح للديزاينر ب 500 600 جنيه يعمل لك 10 20 تصميم ويظبط لك الدنيا خالص. يعني الموضوع بقى سعره كويس، سعره مش غالي. تمام كده، خلصنا الجزء اللي خاص بالتصوير وصور حضرتك. تعالى بقى نتكلم على اهم جزء في الاونلاين. اللي فات ده كله
بيعمله المسوق او بيعمله الشخص اللي ماسك لك السوشيال ميديا اصلا، بس انت بتعمله علشان خاطر تبدا توفر لنفسك شويه. طب تعالى بقى في الجزء اللي يعتمد اعتماد كلي على حضرتك. احنا اتكلمنا في المحور الاولاني عن قوه المحتوى. طب قوه المحتوى ده عند حضرتك في الحصه الاوفلاين محدش شايفها، ازاي هنطلعها اونلاين؟ طبعا وبكل بساطه هنطلعها عن طريق التصوير، تصوير الفيديوهات بتاعتك. وهنا دي قصه تانية كبيره خالص لازم تركز فيها. طول ما حضرتك شغال على المحتوى بتاعك اوفلاين وانت معجب جدا بشغلك وبتدريسك للماده والطلاب معجبين جدا بده كمان، ولكن انا مفيش حد شايفني ولا حد شايف قوه المحتوى بتاعي، ففجاه بلاقي نفسي عمال انزل والاعداد تتسحب مني، والاقي في الاخر قاعد معايا 5 ولا 10 طلاب بس، ودي ازمه حقيقيه. فلما اجي اروح بقى على الاونلاين لازما اطلع قوه المحتوى بتاعي ده كله وانا بصور. علشان كده عايزك تهتم قوي بجزء التصوير الفيديو دوت، لان ده انت بتقول للطالب بتاعك انا اهو، بتقول لولي الامر انا طريقه شرح اهي. فطبعا ده جزء خطر جدا. يعني لو حضرتك بتهزر في الاوفلاين هزار عادي ما ينفعش تهزره في الاونلاين. لو انت مثلا بتختزل بعض المعلومات في الاوفلاين مش هتعرف تختزلها في الاونلاين، لان الاونلاين بيشوفك مدرسين، بيشوفك طلاب، بيشوفك اولياء الامور. فلازم تركز جدا في المحتوى اللي انت هتطلعه اونلاين. طيب هطلع محتوى اونلاين ازاي وهصور ازاي؟ تعال اقول لك واحده واحده كده هنعمل ايه. اول حاجه حضرتك هتعملها وانت طالع في التصوير الاونلاين، لازم تعد المحتوى بتاعك كويس جدا. تعال اقول لك بقى ازاي هتعمل عمليه تصوير الفيديو ده بطريقه كويسه ومناسبه وتعمل لك شغل كويس جدا وتقوي او تظهر قوه محتواك. اول حاجه بعد اذن حضرتك لازم تعملها واتفقنا عليها في الاول، لو عند حضرتك فيديو كنت مصوره بالموبايل وانت قاعد في البيت اوعى تنزله، اوعى تنزله، خاصة في البدايات. يعني في البدايات ما تنزلوش وانت قاعد كده مع نفسك، لقيت نفسك في البيت قلت اعمل لي استوديو فنورت الاضاءة وصورت حاجة، لو سمحت ما تنزلوش. في موضوع الفيديوهات ديت لازم تروح استوديو، على الاقل في البداية لازم تروح استوديو. ليه لازم تروح استوديو؟ علشان خاطر حضرتك لازم تظهر بشكل معين للطالب بتاعك، وخاصة لو انت مدرس ثانوي. مدرس ثانوي طلاب ثانوي بقى ليهم مستوى راقي جدا في ان هو يبص على الفيديو بتاعه. فشغل ان انت تصور له في البيت وبكاميرا الموبايل وتحط الموبايل على الورقه والقصه ديت، الكلام ده مش نافع خالص. وما تتخدعش ببعض الفيديوهات اللي متصوره على ورقه بالموبايل وجايبه مشاهدات عاليه، في عناصر تانية ليها علاقه بالموضوع ده. يعني مش كل الفيديوهات اللي حضرتك شايفها ديت ده معناها تحقيق نتائج عاليه على الفيديو، دي نتكلم فيها بعدين. المهم انت لازم دلوقتي عشان تظهر للطالب بتاعك اظهر له بنفس المظهر اللي هو بيحبه. هو شاف خلاص كواليتي عالي، شاف تصوير عالي، شاف مدرسين بتعمل حركات بالكاميرات ومونتاج عالي جدا. ما تقلش وتقول انا عندي محتوى قوي فانا هطلع لهم باي شكل وخلاص وهنجح، لا. احترم جدا ذوق الطالب بتاعك، لازم تحترم ذوق الطالب بتاعك. فهتروح لاستوديو كويس، ولازم يكون استوديو تعليمي مش استوديو بيعمل حاجات كتير. استوديو تعليمي الميزه بتاعته ان هو كمان هيديك اداء، هيديك اخراج، هيقول لك المشاكل اللي عندك في الالقاء مثلا، في طريقه الشرح، في طريقه تفاعلك مع الكاميرا. فعشان كده لازم تروح استوديو متخصص في الموضوع ده. رحت الاستوديو، السؤال بقى اللي بعد كده هصور ايه؟ برضو في حاجة مهمة جدا ابعد عنها، وهي تصوير المنهج كامل. ما تصورش المنهج كامل. لو أول وجود ليك على الأونلاين ما تصورش المنهج كامل. أمال أصور إيه؟ صور مجموعة كبيرة من الريلزات والشورتس، الفيديوهات اللي هي الصغيرة اللي هي بالطول ديت اللي عبارة عن دقيقة ونص. صور كمية كبيرة فيها بتتكلم فيها عن تريكات، عن أسئلة، عن حاجات تظهر قوة محتواك بس سريعة. قوة محتواك وسريعة. مثلا اهم المعلومات لثالثه اعدادي، اهم المعلومات لثالثه ثانوي، معلومه مهمه لثالثه ثانوي، حاجات سريعه الطالب يشوفها. لان طبعا انت عارف كويس جدا ان اغلب الوقت اللي بيقضيه اي طالب على السوشيال ميديا بيقضيه ريل. فلما حضرتك تروح له في المكان اللي هو بيحبه بمعلومه لايت كده خفيفه، تبقى الموضوع سريع بالنسبه له وواضح، هتبدأ تعلق معاه ويبدأ بعد كده يروح يدور عليك عشان يشوف الفيديوهات الكبيرة. وده الجزء الثاني اللي احنا ان شاء الله هنصوره، وهو صور ملخصات، صور مراجعات، صور حل أسئلة. دي فيديوهات، والفيديو بتاعك ما يبقاش اكتر من ربع ساعة، خليك من 10 دقايق لربع ساعة، بلاش تكتر عن كده. يبقى احنا كده عملنا في الاستوديو تصوير حاجتين، مجموعة كبيرة من الريلزات، وصورنا فيديوهات فيها ملخصات او امتحانات
او مراجعات. المهم ان هي مش منهج كامل. ليه مش منهج كامل؟ لان زي ما احنا قلنا اتفقنا ان انت حضرتك بتجرب وبتشوف علشان خاطر بعد كده ان شاء الله لما تصرف حاجه تجيب لك عائد مادي كويس. وكمان طبعا لان عدد المشاهدات اللي هتجيلك في الملخصات والمراجعات والتريكات والحاجات اللي انت بتعملها دي هتلاقيها افضل كتير جدا، ومعدل التحويل بيبقى عالي عن انك انت تعمل شرح تفصيلي لكل درس. لان شرح تفصيلي لكل درس الطالب برضو لسه مش واثق فيك، فممكن يخش الدرس ده تعجبه حاجه، الدرس التاني ما تعجبوش حاجه، فتبقى انت كده بتخاطر. فخليك في النقطتين دول، ريلزات كتير وملخصات ومراجعات، حاجات تقوي جدا من محتواك او تظهر قوه محتواك. كونت التصوير، رحت للراجل بتاع المونتاج طلع لك المونتاج بتاعه، اعمل ايه بعد كده؟ ابدا اشتغل في النشر. انشر ازاي؟ انشر بطريقه مستمره ومتتابعه. يعني ايه؟ يعني بلاش تروح جايب الفيديوهات بتاعتك كلها تنزلها النهارده، او فيديوهات كلها جات لك فتنزلها بكره. لا، لو عندك 10 فيديوهات وهما مثلا كلهم ليهم علاقه بالفتره الحاليه، يعني كلهم بيتكلموا عن الدرس الاول مثلا وانت بتشرح الدرس الاول اوفلاين دلوقتي، فجدولهم على 10 ايام. او لو هو صعب جدا جدولهم على 5 ايام، نزل 2 2 2 2. بس ثبت ميعاد النزول بتاعك. يعني انا بنزل مثلا كل يوم الساعه 8، افضل نزل كل يوم الساعه 8. بنزل كل يوم الساعه 10، افضل نزل كل يوم الساعه 10. بنزل كل اسبوع حلقه يوم الخميس الساعه 7. اعمل كده. اهم حاجه ثبت مواعيد النشر بتاعتك. هو ثبات ميعاد النشر مش هو العامل الاساسي في انتشار الفيديو، ولكن هيخلي الطالب بتاعك بس عارف ان حضرتك بتنشر في الوقت الفلاني الدرس الفلاني، فهو بيتابع معاك عشان يجي. يعني مثلا هو خلص الدرس الاول وانت بتراجع الدرس الاول، وعارف ان حضرتك كل اسبوع بتطلع حلقه، فمجرد ما يخلص الدرس الاول هيروح يتفرج على الحلقه بتاعتك. ثبات مواعيد النشر هتخلي الطلاب يتابعوك بشكل دوري. زائد طبعا ان هو عامل من عوامل الانتشار. طبعا الاونلاين فيه قصص كتيره جدا وحوارات كتير جدا، بس كفايه عليك كده ان انت رحت وصورت فيديوهات وبدات تنزلها بشكل متتابع، وقوه المحتوى بتاعك هيخليك تنتشر بشكل كويس. اي سؤال في الجزء بتاع الاونلاين ده ابعت لي ان شاء الله وانا هرد عليه. وبكده نكون خلصنا المحور الاول والثاني، قوه المحتوى ودخولك على الاونلاين. ان شاء الله باذن الله في الحلقه الثانيه نكمل باقي المحاور بتاعتنا. لو قدرت افيدك ما تنسانيش من الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.